السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم كويزين سوما. واليوم رجعت معكم فيديو جديد ووصفة جديدة، واليوم غادي نقدم معكم طاجين صحي جدا، طاجين بدون لحم او كما كنسميوها احنا المغاربة كنسميوه خردولة. خردولة غير بالخضار، وهاد المرة غادي نديرها بالدنجال وفلفلة بمذاق زعلوك. غادي تشوفوا معايا هاد الطاجين تيجي ألذ ما يكون، صحي وطريقة سهلة جدا، كيتحضر في ظرف نصف ساعة تيكون جاهز. وكما قلت لكم بدون لحم، يعني صحي جدا، فيه غير الخضر وبزيت الزيتون. غادي تشوفوا معايا ان شاء الله في المقادير وفي طريقة التحضير. نخليكم مع هاد الصور ونتلاقاو في المقادير ان شاء الله. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في هاد الخردوله، غادي نحتاج فيها 3 ديال البطاطات، نجاله وحده وقرعه وحده، يا اما هاد المدوره يا اما ديك الطويله. غنحتاج الفلفله حمراء، فلفله خضراء، غنحتاج 3 ديال مطيشات، بصله، 4 الفصوص ديال الثوم. بالنسبه للتوابل، غادي نحتاج فيهم كي كتشوفوا معايا، نقرب لكم الكاميرا، نص معلقه ديال سكينجبير، معلقه ديال التحميره صغيره، دائما معالق صغار، معلقه ديال الكمون، وهذه هي العنصر الغريب في هذا الطاجين، معلقه ديال الملحه حسب الذوق، معلقه مع مراش ديال الخرقوم عرق، ثم الراس ديال المعلقه ديال الابزار. وغادي نحتاجو الشونيه لان هاد الطاجين يحتاج انه يكون حار شويه، وغادي نحتاجو زيت الزيتون. هادو هما المقادير. ندوزو دابا لطريقه التحضير. اول حاجه غادي ناخد البصله وغادي نشلضها، غادي نقطعها مربعات رقيقه جدا، بحال هكا كي كتشوفوا معايا. من بعد غادي ناخد مطيشه نفس الشيء، حتى هي غادي نقطعها رقيقه بحال غنديرها في شلاضه. على هذا الشكل. من بعد غادي ناخد الطاجين، بعد ما غنكون شعلت عليه النار بدا كيسخن، غنضيف ليه زيت الزيتون القياس تقريبا واحد ربع كأس. غنضيف ليه مطيشه والبصله اللي قطعت، نخلطهم شويه مع ديك الزويته، ثم نغطي عليهم ونخلي هاد المطيشه والبصله حتى يدبلوا ويهبطوا. في هاد الاثناء اللي تدبل ليا مطيشه والبصله كيتشحروا، غادي ناخد العطريه ونديرها في شي زلافه. غندير سكينجبير، تحميره، كمون، الملحه عفوا، خرقوم، ابزار. نحتفظ بالثوم لان غنحتاجو من بعد نعصرو. غنضيف الشونيه او السودانيه او الفلفل الحار. كي قلت لكم هاد الطاجين تيحتاج شويه ديال الحروره، لان صدقوني تيجي زوين بزاف، يعني تيجي بمذاق زعلوك. من بعد غادي نعصر هاد الثوم، اولا نقطعو رقيق ولا نحكو حسب الرغبه، يستحسن اننا نعصروه.
من بعد غادي ناخذ واحد نصف كأس ديال الماء، نصف كأس كي كتشوفوا، لا اكثر، غير باش نخلط هاد العطريه، نخلطها مزيان باش ينسجموا ليا العناصر كلهم. ثم غادي ندوز باش نقطع الخضر. ناخذ واحد الاناء فين غندير الخضر، وغادي نبدا نقطع البطاطا، نقطعها الى 4 ثم الى 8، يعني كل طرف نقطعو، يعني الخضره خصها تكون رقيقه شويه باش ما ياخذش لينا وقت في الطياب. كل ما طيبناه في اسرع وقت كل ما تتبقى الخضره محافظه على القيمه الغذائيه ديالها، حيت دابا ما كاين لا لحم لا والو، يعني خصها طيب لينا في اسرع مده. من بعد ناخذ القرع نفس الشيء، نقطعو رقيق. دابا هاد القرعه راه موجوده نستغلوها. هاد النجال عفوا راه حيت قطعتها شويه ومع التصوير كحالت من تاكسدات شويه، ولكن كي كتشوفوا من الداخل راها طريه. حتى هو نفس الشيء غادي نقطعو طويل بحال هكا رقيق كي كتشوفوا في الصوره. من بعد نفس الشيء الفلفل حتى هو نقطعو طويل. بالنسبه للفلفل الاخضر راه ديجا قطعته، لان عندي غير ديك الفلفله الصغيره يعني فتيه بزاف، قطعت كل وحده على نصف. من بعد جيت لقيت البصله ديالي ومطيشه تشحروا، ها هي الخضار اللي قطعت. غادي نبدا نستف فيها، بحيث غادي ندير طرف ديال الدنجال حداه طرف ديال البطاطا حداه طرف تاع الفلفله، ونعاود نمشي بنفس الطريقه، يعني دنجاله بطاطا فلفله دنجاله بطاطا فلفله حتى ندير الاطار يعني ديال الطاجين كامل ندورو بهذا الخضر. دائما دنجال بطاطا فلفله، وانا غادا حتى نكمل الخضره ديالي كامله. كي كتشوفوا كنستمر على التستاف ديال الخضره بهذه الطريقه، وكنحاول نعطيه شكل جميل. اصلا ملي غطيب الخضره راه غطيح شويه كل عفوا كل حاجه غتشد بلاصتها في الطاجين. من بعد في الوسط غادي نبدا نستف القرعه الخضراء، نستفها بحال هكا ندورها كامله في الوسط. التزيين ديال الطاجين تيبقى على حسب ذوقكم. من بعد كناخذ ديك العطريه اللي خلطنا في الزلافه وغادي نبدا نديرها فوق الخضر، غير نحطها هكا عشوائيا. فمني غادي نغطي على الطاجين غادي الخضره غادي تعرق، وهاد العطريه كامله غادي تهبط ليا وغادي تشحر ليا الخضره كامله، غير هي ما كنضيفو ولا نقطه من الماء، يعني كنكتفيو بداك النصف كاس اللي خلطنا في العطريه فقط. والخضره بيان سور راه كتطلق الميها ديالتها وكطيب فيها. من بعد كناخذ واحد الورق ديال المطبخ كنغطي على الخضره وكندير الغطاء بحال هكا، ونجمع بطبيعه الحال هاد الجنيبات باش ما تشدش فيهم العافيه. ثم نقص على الطاجين، يعني نديرو عافيه شويه متوسطه غاديه الخفيفه، ونخليه يطيب لمده نصف ساعه. بعد ما كدوز نصف ساعه كنجي نطلع على الطاجين، كنعري عليه الغطاء والكاغط، وكي كتشوفوا معايا راه طلق المريقه.
كنبدا نهز هذيك المريقه ونديرها فوق الخضره اللي في الفوق واللي ما واصلهاش شويه البلول. كي كتشوفوا راه طلاق المريقه. وفي هذا الاثناء كنجهد على الطاجين شويه باش كتنشف ليا شويه ديك المريقه، وكيختار ليا يعني كتختار ليا هذه المريقه وكتدغمر شويه. نقادو شويه الشكل ديال الطاجين، نعاود نغطي عليه ونخليه واحد 10 دقائق هكاك ولا 5 دقائق على حسب، غير بين ما نشف ليا شويه من هذاك البلول وكيكون جاهز باذن الله. وها هو الشكل النهائي ديالو. ما نعاودش لكم على المذاق ديالو، يعني واحد المذاق رائع جدا، كيجي فيه مذاق زعلوك. هو طاجين مذاق زعلوك. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبار. سهل جدا، صحي، فيه غير خضار، ما فيهش لحوم، واقتصادي بطبيعة الحال. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم، واللي اول مره كيزور قناتي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد. والجرس راه ضروري تفعلوه. ملي كتشتركوا كاين حداه واحد الجرس كتضغطوا عليه حتى تشوفوا واحد جوج